السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سوق المباركية تم التصوير قبل رمضان في الكويت. سوق المباركية في الكويت من أقدم الأسواق الشعبية. فيديو جميل، تابعوا وياي الأخير. زي ما انتم شايفين سوق المباركية بنتعرف على اللي هي سوق المباركية. سوق يعني جميلة جدا. فيها هنا زي ما انتم شايفين سوق الزل يعني السجاد يعني، عرفتوا؟ عفوا. فيها ما تشمل محلات اللي هي السوق، تشمل محلات التمور والعطور البخور التحف، ملابس تقليدية، وفيها ساحة مشاوي يعني شعبية ومقاهي. هذا محل السمبوسة. يعني الناس يجوا له مخصوص طبعا. أنا هذا اللي سمعته يعني إنه يجوا له مخصوص كده يبيع سمبوسة وأشياء يعني زي ما انتم شايفين كم هذا الكستان؟ أبو فرور كيس بكم؟ 3 ونص. 3 ونص. السوري مثلا. أيه. كم الكنار هذا؟ ما شاء الله. تبارك الله. حبيت أكتم الصوت على أساس الفوضى، يعني شوية صار دوشة. طبعا كان في الشتاء في الكنار، وما شاء الله على الرمان ما شاء الله تبارك الله، والقشطة. طبعا معروف بقيمتها الغذائية القشطة، وجميع جميع أنواع الفواكه. يا الله على العنب، ايش رايكم؟ العنب ما شاء الله تبارك الله. مع انه ما هو الفاكهة المحببة لدي، بس انا احب المانجا بس والقشطة. وشوفوا كيف يعني الرصة ما شاء الله، الله يعطيهم العافية. مكان يعني المكان جميل، مكان مغلق زي ما انتم شايفين. يعني المباركية مو بس فاكهة وكده، في عندهم عديد من الأقسام زي ما قلت لكم، وعديد من محلات بخور وعود استنوا وياي شوي. هنا زي ما انتم شايفين هنا في الشيبسات. أنا تعجبني الأماكن اللي هي البسيطة الجميلة هذه. يعني أنا استأذنت قال صوري. يعني محل جميل. هنا أيضا عندهم مشهورين بالمخللات والطرشيات والحلويات الكويتية معروفة. فمكان يعني مبهر للكبار والصغار يعني. بس عيب أحيانا تكون زحمة. احنا رحنا على فكرة بدري وشوي في زحمة. طبعا هو على أساس يعني في الصيف يفضل في الليل، على أساس طبعا الحر وكذا شايفين. أنا ما قدرت أصور كل حاجة والله زحمة. هنا عندهم دي الساحة، مطعم عندهم كان هناك مميز، مطعم الشمم معروف في الكويت يعني. مسوين ساحة خارجية طبعا، يقدموا ضيافة خبز عربي ويمكن خضار. وأنا صورت لكم كده المكان من برا، ساحة كبيرة أحيانا نسوي فيها فعاليات. حاولت أعرفكم على الجو من برا، يعني الكويت معروفة يعني يعني بجمال المباني أيضا بصراحة، يعني مكان جميل. حبيت أعكس لكم الصورة وتشوفوا المباني. طبعا الكويت تعرفوا إنها قريبة من السعودية يعني. الكويت والبحرين، الكويت أقرب يعني، وقطر كلها بالنسبة لنا إحنا المنطقة الشرقية أتكلم. طبعا يمكن بالنسبة لمناطق التانية في السعودية تكون بعيدة، إحنا بالنسبة لنا المنطقة الشرقية اللي هي تكون قريبة. شفتوا المباني؟ حبيت أراويكم الكويت، عرفتوا؟ وفي أيضا اللي هي السوق سوق لا استنى شوي، سوق المباركية. عبارة عن إيش؟ محلات يعني وساحات، وأحيانا تكون فيها فعاليات. سوق يعني يفتخروا فيها هناك على أساس من أقدم الأسواق، ومعروف تعتبر رمز. يعني اللي بيزور الكويت يعني لازم يجي يزور هذا السوق اللي هي المباركية. يعني مبنى قديم وجميل، وزي ما قلت لكم في جميع أنواع العطور والبخور. هنا عندهم دي حق العبايات وقسم العبايات، وفي اللي هي كل ما تبغيه هناك موجود يعني. شفتوا كيف؟ هنا هذا القسم فيه تركات بس، اللي هي على اليمين وعلى كده كان في عطور. أيضا هنا ساحة، هذه الساحة للفعاليات. هذا كل ما زلنا الآن احنا في سوق المباركية. ساحة كبيرة زي ما انتم شايفين، يكون فيها حق المناسبات والأعياد يحتفلوا فيها يعني. فتكون زحمة أكتر من كده. احنا رحنا زي ما قلنا لأن كان شتاء قبل رمضان، فرحنا يعني كان الوقت عادي ما هو حار يعني. حتى تلاحظوا الناس يمكن لابسين جاكيتات على فكرة.
على اساس انه زي ما قلت لكم التصوير من قبل شفتوا كيف انها مسقفة كده، على اساس يعني في الحر وده يعني. فشايفين حلويات اللي هي يعني الكويت غير مميزة على فكرة، يعني تكون جميلة شوي، يعني تختلف. عرفتوا معروف هنا درب الزلق ومسلسل درب الزلق، يعني معروف الكويت يعني جميلة، يعني بأشيائها جميلة بمحلاتها. وألف شكر لكم اللي وصل ياي للآن، والله يعطيكم العافية يا حبايبي. هذا معروف ده برج التحرير الظاهر. وعندهم طبعا هناك اللي هي معروفة بالأبراج. شايفين هذا مطعم الشمام من برا زي ما قلت لكم، الظاهر في واحد داخلي وواحد تاني برا اللي هو مطعم الشمام. الله يعطيكم العافية، لا تنسوا اللايك وتشجعوني واشتراك وتسوي شير. يعني مكان جميل برا، كان مكان نظيف. تابعوا وياي الفيديو إن شاء الله. اليوم احنا يعني خصصناها أين تذهب لو كنت في الكويت. طبعا عندنا اللي هي فقرة عن المخابز والمطاحن الدقيق الكويتية. معروف طبعا دقيق اللي هي الطحين الكويتي المعروف. بنروح لنفس المكان نفس المحل. تابعوا وياي بنتعرف على منتجاتهم. وفي أيضا عندنا فقرة بسيطة عن حلويات الشمالي. اللي يجي الكويت لازم يزور اللي هي ياخد من عندهم درابيل وكده. بنتعرف على المكان. شوفوا اللي هي الأماكن هذه الجمال والمباني الجميلة. معروف طبعا حلويات الشمالي في ناس تاخد بالكراتين كهدايا يعني. معروف اللي عندهم بسكوت ورهش يعني حلويات يعني ومخبوزات أيضا يعني فاهمين. يلا الآن ما زلنا معاكم نتعرف على الأشياء اللي هي في الكويت اللي ممكن زيارتها، اللي هي المطاحن والمخابز الدقيق الكويتية. طبعا معروف عندنا هنا في السعودية يجيبوا منتجات اللي هي الدقيق. الناس تفضل اللي هي الطحين الكويتي. عندهم حبيت أعرفكم على المحل هناك موجود في الكويت طبعا. وعندهم شايفين منتجات تانية. في عندهم كروسان، وفي عندهم يعني حبيت تتعرفوا على المكان اللي حاب يزور الكويت يعني. شايفين هنا عندهم أشياء مميزة جدا. محطوط لكم الأسعار. طبعا تعرفوا أن الدينار الكويتي يعني 10 ريال. شايفين مكان جميل ومرتب. مخبوزات ويعني أشياء جميلة خاصة فيهم. عندهم كيك. عندهم دقيق طبعا كل شيء. يعني عندهم طبعا هذه المخبوزات دي كلها. بس في عندهم حاجة مميزة، استنوا الآن بفرجكم عليها. طبعا عندهم ده خبز اللي هي البروتين. عندهم أخباز وكيكات يعني عديدة. حاطين لكم الأسعار وبانكيك. استنوا هنا شايفين هذا. هذا عندهم مميز كان. شفتوا المكان فاضي عقيلي الرهش وفي عقيلي الحلوى. تعرفوا انتوا حلويات الكويت. خليكم وياي بعد شوي اروح وياكم الى مكان مهم جدا. شايفين هنا انواع اللي هي عندهم طبعا هريس وطحين ابسمر وطحين الدقيق الابيض هذا زي ما انتم شايفين، والهريس وطحين شباتي. يعني كل الانواع موجودة عندهم في الكويت. وعندهم أيضا البسكوتات هذه كلها. شايفين حتى البسكوت شفتوا العلامة هذه. طبعا هي المحل كله خاص فيهم، خاص بمنتوجاتهم كلها. يعني مو مقتصرين بس على الدقيق طبعا. وتعرفوا انتوا اللي هي هنا البسكويت أيضا بسكوت الشاي. وحتى عندهم اللي هي تعرفوا اللي هي المعكرونات والشعيرية وهذه كلها أيضا موجود عندهم. عفوا للتصوير يعني حاسة روحي رايحة جاية يعني. وأيضا عندهم البريد يعني التوست هذا الأبيض والأسمر وأنواع كثيرة جدا. شايفين المكان جميل. شفتوا هذا أيضا عندهم اللي هي طحين البقسماط يعني. الكرتون هذا اللي هي كرتون الرقاق يعني. شفتوا هذا في بالبر وفي الأبيض والأسمر يعني اللي هو بالبر. شفتوا هذه المعكرونات اللي تجي عندنا موجودة عندهم بس سعرها رخيص على فكرة. إن لما تشوفوا 200 أو 300 يعني ريالين أو 3 ريال يعني 200 فلس يعني. عارفين طبعا الفرق. طبعا هم يستخدموا الدينار طبعا الكل عارف. وأيضا عندهم السمنة وزيت. هنا شوفوا المكان الثاني اللي هو الكل اللي يجي الكويتي يحب يزوره اللي هو حلويات الشمالي.
كل الناس اللي يجوا الكويت معظم أصلا كان زحمة. حبيت أراويكم المكان من برا، هو يعتبر عند الأفنيوز يعني حقهم. هنا معروف طبعا بتنوع الحلويات الكويتية، معروف طبعا عندهم العقيلي والرهش، أنواع كثيرة. شايفين الأماكن فاضية على فكرة، وهناك كل واحد يجيبوا له كرتون كده ويحطوا له كده عشان يودوه هدايا. يعني كل المكان فاضي. انا رحت مع انه شايفين كان في النهار، بس كل المكان فضى يعني بالشوكولاتة وعندهم اللي هي الدرابيل. طبعا معروف الكويت بالدرابيل والطحينية او الطحينة يعني. انواع يعني عندهم انواع ايضا من البسكوت والمعمول. شايفين العلامة هذه حقتهم. زي ما قلت لكم بيتي فور، ويعني أشياء كثيرة خاصة فيهم. والرهش طبعا أو الدرابيل هذا الدرابيل في نكهات يعني، في بالزعفران. هنا شايفين عندهم هذه الحلويات كلها، في عندهم حلوى. معلش رجعت لكم مرة تانية. شايفين متنوع. وحطوا لي لايك، الله يعطيكم العافية، شجعوني وشيروا القناة وسووا شير. شفتوا الكراتين؟ كراتين هنا شايفين. وبالنسبة للأسعار، يعني بالنسبة للأسعار هذه زي كده ممكن يصير ب4 دينار، يعني تقريبا فوق 40. شايفين أنواع، وفي شي ب6 على حسب اللي هي الحجم والوزن. يعني في حاجات علب صغيرة. بالنسبة للرهش وكده في شي بدينار. هذه زي مثلا أقراص سمسم أو كده في شي بدينار، أو في شي يعني في أشياء مناسبة على فكرة في السعر، وفي الحجم الأكبر الأسعار يعني. وشايفين طبعا حلويات، في درابيل ب10 ريال اللي هو بدينار، وفي درابيل ب40 اللي هي في درابيل بيتي. شفت حابة بس أراويكم إن فيها كثير من أنواع الدواء. شايفين المكان خلص ما شاء الله يعني من الناس تشتري. شفتوا هذا فاضي ما شاء الله، وردوا يعبوا الله يرزقهم يعني. اوكي شوفوا انا رحت رجعت لكم مرة تانية تمام. هنا حبيت بس اختمها وياكم في. هنا كان هذا زحمة عليه المطعم. حبيت اصور عليكم، وحبيت اختم وياكم في المجمع الافنيوز. انا قلت لكم ان الشمالي خلف اللي هي الافنيوز هذا جميل، مكان جميل طبعا. معروف طبعا اللي يزور الكويت ايضا لازم يجي اللي هي الافنيوز. ما انا صورت لكم عن الكويت، بس قلت ادمجه مع الفيديو حتى تعرفوا الاماكن اللي ممكن تروحوها لو رحتوا الكويت. مكان كبير زي ما انتم شايفين. واحب اقول لكم يلا في امان الله، وباي باي، مع السلامة.